بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الجمال يا متابعين الجمال. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو لحد دلوقتي. جايلكم النهارده بوصفة جديدة وحاجة حلوة قوي كلنا بنحبها وكلنا بنحب نعملها، بس في ناس يعني بتعملها بطريقة معتادة، وفي ناس بتعملها بطريقة عادية، هي لها كذا طريقة. تمام، دي من الاكلات السي فود البحريه. معانا ايه النهارده؟ بطل الحلقه معانا، بطل الفيديو بتاعنا معانا النهارده الجمبري. طبعا ده جمبري يا حبايبي وسط. تمام، مش الجمبري مش كبير، اوكي، بس جميل قوي وطعمه حلو. ده حلو. الجمبري اصلا غالي خالص بقى، مولع ما اقولكوش. بصراحه التجار بقوا مفتريين ازاي، يعني الجمبري الجامبو ب300 وب400 وب500 وبيوصل كمان لل1000. وفي اللي هو الوسط اللي هو اكبر من كده شوية، ده بيبقى عامل 250. وانا نزلت بصراحة السوق عشان ادور على الجامبو اللي هو الوسط ده عشان اجيبه. بصراحة لقيته بصراحة ب250 وب300. قلت يا نهار ابيض. مشيت شوية في السوق، لقيت الجمبري الجميل بتاعنا ده. وده مش وحش، ده جميل حلو قوي زي ما انتوا شايفين اهو. في الكبير وفي الصغير اهو. تمام، معانا الوسط. تمام، ده نص كيلو. النص كيلو ده ان شاء الله هنعمله دلوقتي على طريقتين باذن الله. معانا البهارات بتاعتنا. معانا ده بابريكا مدخنه. معانا فصين توم مقطعين قطع صغيره. نص مكعب مرقه. معانا الليمونه طبعا هعصرها عليهم وهما بيتشوحوا على النار. معانا ده زعتر، سنة زعتر. معانا معلقة صغيرة ملح هنضيفها عليها. معلقة صغيرة فلفل اسود. وديت سنة بهارات، 7 بهارات. طبعا معانا هنا طماطمتين مقطعين قطع صغيرة. دي فلفلة كبيرة، فلفلة اللي هي الكوب الكبير، ماشي، اللي هو العادي مش الحامي. ومعانا بصلتين وسط برضو مقطعين الى حتت صغيرة، قطع صغيرة عشان خاطر نحطهم عليه. طبعا هنعملها النهاردة بطريقتين. احنا عندنا فريق بيحب اللي بالشوربة، وفريق بيحب العادي، بيحب كده يقزقز كده. فهنعملها على الاتنين. طبعا لو عندنا كابوريا وعندنا صبيط وعندنا الكلام ده، هنعمل السي فود، شوربة السي فود بالكريمة. هبعملها لكم ان شاء الله لما نجيب باذن الله كابوريا وصبيط والكلام ده ونعملهم مع بعض، والجندفلي والكلام ده. وهعملها لكم واوريكم شوربة السي فود. تعالوا يلا نشوف النهارده الجمبري هيتعمل ازاي. طبعا احنا قلنا هنعمل طريقتين، طريقة الشوربة والطريقة التانية اللي هي العادية. طبعا الطريقة العادية هشوحها على النار، وبعد كده هنزلها في الفرن تحت الشواية، تاخد لون حلو كده وشكل حلو. تعالوا بينا يلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتابع. واحب قبل ما ابدا ان شاء الله، احب اقول لكل الناس اللي دخلت عندي على القناه اشكركم جدا جدا جدا. شرفتوني وشرفتوا القناه، والقناه زادت بيكم وشرفت بيكم، والقناه هتكبر بيكم ان شاء الله. واحب اقول لكل الناس المتابعين اللي بيشوفوني في صمت، بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير، عشان خاطر هي ديت اللي بيرفع الفيديوهات يا جماعة. بالله عليكم همتكم بقى، خلي القناة تتفعل ان شاء الله. وربنا المستعان، وربنا يصلح حال الجميع ويشفي كل مريض يا رب. يلا بينا نبدأ بإذن الله. يلا بسم الله. دلوقتي يا حبايبي احنا قسمنا الجمبري على على اتنين. هنا حطينا نصه هنا في الحلة عشان ده اللي هيبقى بالشوربة، والنص التاني هنا اهوت في الصينية بتاعتنا عشان خاطر ده اللي هيخش الفرن. تعالوا بينا يلا نبدأ. بسم الله. طبعا احنا الكمية بتاعتنا قلنا الكمية ديت هتتقسم على اتنين. تمام. طبعا نسيت اقولك، انا قبل ما احط الخضار بتاعنا احنا هنديله تشويحة. طبعا انا حطيت معلقة سمنة معاه سايحة. تمام، هنديله تشويحة الاول من قبل من غير الخضار. زي ما احنا شايفين برضو هندي ده تشويحة من غير الخضار، وبعد ما يتشوح هنقوم حاطين الخضار بتاعنا. طبعا لو في صلصة، طبعا انا دلوقتي ما عنديش صلصة، لو عندك صلصة حطي تضيفي معاه معلقة صلصة هيديكي طعم حلو جدا. تعالوا بينا يلا. طبعا احنا ولعنا النار عليه، اوكي. هنسيبه بقى مع نفسه كده 5 دقايق يتشوح مع نفسه مع معلقة السمنة اللي احنا حطيناها.
عايزه اقولك ان الجمبري ده ما بيغيرش لونه للون البرتقاني قوي، هو بيبقى لونه زي ما انت شايفه كده، بيغير بس حاجه بسيطه. لكن هو الجمبري اللي هو الوسط والجامبو هو اللي بيغير لونه اللون الذهبي. تمام. زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين يا حبايبي، احنا هنغطي اهو، بدأ ان لونه يتغير حاجة بسيطة. هنغطي عليه ونسيبه مع نفسه كده 5 دقايق. تعالوا نشوف بقى اللي في الصينية. تمام. طبعا احنا بنشيل الكيس الرمل اللي في قلب اللي في ظهره من ورا، اوعي تنسي الكلام ده. تمام. سواء في الجمبري الكبير او الجمبري الصغير، لازم تشيلي كيس الرمل منه عشان خاطر ما يضايقكيش في الاكل. طبعا وهتنقعيه بدل المره كذا مره في الميه، لمده كل مره لمده ربع ساعه او 10 دقايق، عشان ينزل الرمل اللي فيه، ينزل خالص منه عشان خاطر ما يضايقكيش في الاكل. زي ما انتوا شايفين، احنا هنفضل نقلب فيه شويه لحد ما لونه يبدا يتغير زي ما احنا شايفين. احنا في المرحله دي بقى هنعصر عليه الليمونه. انا معايا نص الليمونه، هعصره على الاتنين، لكن انت لو عندك زياده وكميه كبيره هتعصري عليها ليمونه كامله او اكتر. هنعصر دلوقتي نص الليمونه على الاتنين. تعالوا بينا يلا نعصره على الناحيه التانية زي ما احنا شايفين. تمام. الله على الريحه يا جماعه، ولا الجمال بتاعه، ريحته فظيعه جميله من غير لسه ما نحط توابل ولا نحط اي حاجه. تمام. تعالوا هنغطي عليه تاني ونسيبه شويه برضو ونرجع له تاني. معلش ان كانت الصينيه بتتحرك كتير، لان انا الحامل عندي ايه، الحامل عندي مش مظبوط بتاع البوتاجاز. شايفين اللون بدأ يتغير اهو. اهو اللون بدأ يتغير. هو لسه قدامه 5 دقايق. تعالوا بقى قرب ما يخلص وهنرجع له تاني ونحط بقى ايه الخضار بتاعنا والتوابل. تعالوا بقى، احنا خلصنا اهو زي ما انتم شايفين، اتشوح كويس. تعالوا بينا بقى هنحط ايه، هنحط الخضار والبهارات. بقى نحط الايه، نحط البهارات مع بعض. هنحط البهارات ونرجع لكم تاني. حطينا اهو البهارات، حطينا البهارات وحطينا الخضره. تمام. هنسيبها تتشوح شويه معاهم وايه ونرجع لها تاني. هنا اهو تاني هنحط هنا اهو بقيه الخضره بتاعتنا. اوكي. هنحط كل البهارات بتاعتنا اللي باقيه، احنا وزعنا البهارات على الاتنين. اوكي.
يلا هنقلبها كويس قوي ونحط معاها شويه ميه صغيرين خالص ونسيبها لما تتشرب ونرجع بقى نحطها تحت الشوايه. يلا بينا. هنعمل زي ما احنا قلنا كده ونرجع تاني. طبعا احنا ضفنا هنا الميه زي ما انتم شايفين اهو. اوكي، شايفين اللون الجميل؟ تمام. هنقلبه وندوقه ونشوف لو محتاج ملح تمام هنحط. هو محتاج شويه بصراحه، هنحط له شويه ملح صغيرين خالص. تمام، ونغطي عليه ونسيبه مع نفسه. التانية اهيت يا جماعة على النار زي ما انتم شايفينها. شوفوا الحلاوة والجمال. احنا خلاص اهوت هنسيبها بقى لما تغلي. اوكي، نعلي عليها النار شوية. تمام، ونسيبها بقى لما تغلي ونبقى نبص عليها تاني لما تغلي. نسيبها مع نفسها براحتها. وهنا زي ما انتم شايفين اهو. اوكي، البطارية معانا عملتها فينا، البطارية فصلت. تمام، احنا دلوقتي هنروح نحطه تحت الشواية ونرجع لكم تاني. في الشواية دول بقى تعالوا نشحن التليفون على ما ما يتعمل. يلا بينا. زي ما انتم شايفين احنا طلعنا اهو الجمبري من الفرن اهو. شايفين الجمال والحلاوة؟ بالله عليكم ما تنسوش تتابعوني، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير لكل الفيديوهات اللي بتنزل عشان خاطر يوصل لكم كل جديد مني وكل جديد في القناة، وعشان خاطر القناة تتفعل وعشان كمان القناة مش هتكبر الا بيكم انتم يا حبايبي. بالله عليكم محدش ينسى اللايك والشير والسبسكرايب عشان خاطر الفيديوهات تترفع بالله عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة ده. طبعا جربوا الوصفات بتاعتي ان شاء الله تعجبكم، وحاجه سهله وبسيطه خالص. تعالوا بينا بقى، ده اللي طلع من الفرن. تمام، تعالوا بقى هنوريكم اللي هو بالشوربه. تمام، نغرف الاكل وتعالوا نشوف النتيجه عامله ازاي. الله على الجمال، الله على الحلاوه. شايفين المنظر؟ ده الجمبري اللي كان معانا في الفرن يا جماعه، اللي عملناه في الفرن شويناه. تمام، زي ما احنا قلنا ادينا له تشويحه بالخضار على النار وحطيناه تحت الشوايه بعد كده. شايفين الجمال والحلاوه؟ بالله عليكم، بالله عليكم ده ما يستاهلش 100 على 100، مش 10 على 10 بالله عليكم حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان خاطر يوصل لكم كل جديد والفيديوهات تترفع بالله عليكم. وما تنسوش بقى الجمال والحلاوه ده تعلقوا عليه. بالله عليكم سيبوا لي تعليقاتكم الحلوه الجميله على الفيديو ده معانا اللي هو بالشوربه. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمبري بيرقص ازاي في قلب البوله بتاعه الشوربه؟ كان معانا النهارده الفيديو بتاعنا النهارده يكون يا رب يكون عجبكم وبسطكم وتنبسطوا من الوصفه، وهي ابسط من البساطه، مفيش ابسط من كده. تمام، وما تنسوش تجربوا كل حاجه انا بعملها وعشان خاطر تشوفوا قد ايه هي جميله وبسيطه، ومفيش حاجه صعبه على اي حد، ومحدش اتولد بيعرف يعمل كل حاجه يا جماعه. احب اعرف كل البنات الصغنونه اللي لسه 13 و14 ولحد 20 واللي في الجامعه لسه مش بيطبخوا، احب اقولك ان كل حاجه بسيطه والله مفيش حاجه يعني صعبه ولا حاجه. وكل العرايس الجمال الحبايبي اللي لسه متجوزين ما تخافيش، خش المطبخ وانت قلبك جامد وان شاء الله هتعرفي تعملي كل حاجه. وزي ما انت شفتي الجمال ده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ومع وصفة جديدة ان شاء الله. ما تنسونيش بالدعاء. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا ويشفي كل مريض يا رب. اشوفكم على خير بإذن الله. مع ألف سلامة وفي رعاية الله. سلام.